مساك عظيم. في مثل بلدي شوية في مصر بيقول لك اللي مستني البصل يبقى مربى ما تستناش من قليل الأصل إنه يتربى. أصل في حاجات في حياتنا بتتاخد كده بالفطرة، لغة، خبرة، فلوس، مكانة، وبتروح وبتيجي يعني. لكن حاجة من الثوابت اللي ما ينفعش انت تكتسبها في حياتك بالفطرة هي الأصول. يعني يا متربي يا مش متربي، يا متربي على الأصول يا مش متربي خالص. طيب ازاي تعرف ولاد الأصول بالذات في الغربة؟ في المواقف الإنسانية. يعني ايه؟ يعني في تجارب الناس اللي حواليك في الحياة بيمروا يعني مواقف إنسانية، زي مثلا بعد الشر عن الجميع حالات الوفاة، حوادث، مرض، دخول مستشفى، تجربة أو أزمة مادية أو صحية أو اجتماعية، مواقف إنسانية عموما. دي اللحظة اللي حتى لو في خلاف ما بينك وبين حد بتتوقف عندها النقطة بتاعت الخلاف دي وبتتمسح، وما بتفتكرش غير اللي انت اتربيت عليه، فبتعمل بالأصلك. طب لو واحد بقى مش متربي على الأصول، بيبان وبيفضح نفسه وبيكشف نفسه أو في المواقف دي. بالبلدي ما بتلاقوش، لا بيظهر ولا بيتصل ولا بيعزي ولا بيقف ولا بيسند ولا، وبيبقى على علم وعارف كده، مش موجود، لأنه مش حاسس إن هو عليه واجب أو ضميره مأنبه إن هو يعمل حاجة من الثوابت اللي إحنا اتربينا عليها. مش موجود، مش موجود. طيب الوالد الله يرحمه كان مربيني على مبدأ كده، يقول لك احضر 1000 عزا ولا تحضر فرح واحد. يعني لو عندك 1000 عزا واجب وتقف وتعزي وتسند وتطبطب وما تتأخرش، ولو في نفس الوقت فرح ما تحضرش، ما تحضرش. ده ليه؟ لأن أنت وقت الفرح هيصة ولما وناس كتيرة ومحدش بياخد باله، ولو حد خد باله مش بتفرق كتير. لكن في وقت العزا لأ، أهل المتوفي أو في وقت الحوادث أو العمليات أو الأزمات بيبقى الناس دي حساسة جدا، محتاجة من أي حد يطبطب عليهم، يقول لهم كلمة تعزية، يقول لهم أنا واقف جنبكم في ظهركم، مش لوحدكم، إحنا أهل، إحنا سند. فبيفرق معاهم كتير على السيكولوجية النفسية بتاعتهم، بتفرق كتير. مفيش حاجة بترجع اللي فات، لكن بتحسسهم إن هم لأ، مش لوحدهم، مش لوحدهم. ففي الغربة معايير تقييم ما بين ولاد الأصول وولاد مش هي البوستات اللي بتنزل على الفيسبوك والكلام على الموضوع ده، لأن حاجات بتتاخد كوبي بيست أساسا، هم مش مؤمنين بيها ولا مقتنعين بيها، بس حاطينها من قبيل اللي احنا ولاد أصول. لا، مش بالبوستات ولا بالكلام، بالأفعال، بالضمائر، بالإحساس. في الغربة ولاد الأصول بتعرفوا في وقت الأزمات كويس جدا مع كل الناس، وخاصة مع اللي انت بينك وبينهم مشاكل أو خلاف سابق. بتنسى تبدأ اللي انت تتعامل باللي اتربيت عليه.